في موضوع على الطائر منذ سنوات وأنا في ماليزيا، تواصل معي بعض الناس من اليمن وكان عندهم بعض المنتجات يشتروا يبيعوها أو يروجوا لها عالميا ويبيعوها بكميات. عموما أخذت عينة من هذه العينات ومنتج بدون ذكر يعني نوعه أو من هو الشخص، ولكن حتى نوصل لفكرة لماذا المنتج اليمني لم يصل للعالمية بعد، أو لماذا لم ينتشر في يعني على مستوى نقول على مستوى الخليج أو على مستوى المنطقة العربية. والسبب يعود إلى شيء واحد فقط، سيبك من موضوع البحر والبر والجو والمواصلات وكيف حيوصل وكيف لا والتخزين وما هذا لا شيء أمام أنه انعدام الثقة والأمانة والكذب في التعامل مع الجهة الأخرى أو مع الجهة التي أنت تقوم تصدر لها المنتج هذا، فتقوم تخلط المادة هذه مع مادة أخرى من نفس الصنف ولكن من بلد آخر. فعلى سبيل المثال أحيانا اللوز، الزبيب، العسل، هذه كلها منتجات تلقاها موجودة يعني في اليمن وفي خارج اليمن، ولكن خارج اليمن لأنه تنتج بكميات، مثلا البن في إثيوبيا تنتج بمئات آلاف الأطنان بل بالملايين وبأسعار رخيصة جدا وتتشابه جودتها مع المنتج اليمني. وهكذا قيس عليها اللوز، الزبيب، كل شيء، والعسل. فيجي الواحد يقوم يرسل بضاعة مخلوطة ووضعها صعب ويقول لك وإيمان مغلظة بلدي رقم واحد، هو يشتي يبيع بس، يشتي يحصل فلوس لأول مرة وروحك. أنت بتعطي المنتج لشخص يعني صاحب ثقة، صاحب ماركة، عنده محلات، عنده شركة، تشي تسوق لمنتجك، أنت تصبح سفير لمنتج يمني. لكن إذا الخيانة موجودة من داخل فكيف حتكون الصورة مع الرجال اللي عتدي للمنتج هذا؟ لا يقول شكرا جزيلا إذا هو يشتري لك الكمية اللي أنت اديتها له وأخذها ومشى ويمين ما عاد يشوفك، وإن كانت هدية تقول له جربها وكذا يشلها ويقول لك شكرا جزيلا متواصلين يا أستاذ الكريم وفحط ولا عاد تشوفه مرة ثانية. لهذا إذا يريد الشعب أو يريد المواطن أو يريد صاحب المصلحة أو التاجر أن يتاجر إلى خارج اليمن أو حتى في داخل اليمن، أصلا ما حتنجح تجارتنا خارج البلاد إلا إذا نجحت داخل، أن يوم ما في غش، وأن التاجر لا يغش المشتري أبدا، البائع مع المشتري في شفافية مطلقة. هذا شيء يمني، هذا منتج خارجي، هذا خارجي. لا نلعب على الناس حتى تخرب سمعة المنتج خارج البلد. الأمانة والثقة يجب أن تكون موجودة ومتبادلة.